عنه ايا ما كان مستوى كفاءته. دي مسألة غير صحيحة ولا يجب انها تكون صحيحة. القطاع العام كون له ادوار اجتماعية بالضرورة ولها الأولوية لا تعني انه يبقى غير كفء، لانه التجربة السابقة عندنا في القطاع العام افرزت بعض المشروعات كانت غير كفء، انها كانت بتدار في واقع الامر لصالح من يديروها، يعني عزبة لرئيس مجلس الإدارة والإدارة العليا. طب استفدنا ايه من الملكية العامة هنا؟ ان يبقى مشروع غير كفء. استفدنا ايه كمجتمع؟ ان يبقى مشروع بؤرة لفساد ولصالح من يديروه. استفاد المجتمع ايه؟ وبالتالي شيء اساسي بالنسبة للقطاع العام انه جزء من الشفافية اللي اشار لها محمد، انه يبقى متحددة اهدافه. اذا كان مطلوب انه يوفر سلع معينة بسعر اقل من التكلفة عشان ده مطلوب انه يحقق صالح المجتمع وتكلفة اجتماعية، فعلى طول بيتحدد انه ده يمثل قد ايه من الاهداف بتاعته، العبء ده تكلفته بالنسبة له قد ايه او على ارباحه في النهاية ومستويات اداؤه قد ايه، بحيث انه يبقى ده له حسابه لوحده، بطريقة انه الى اي مدى قدم المنتج بالكفاءة والجودة المطلوبة وفي ظل هذا السعر. وده يعني عبئه بالنسبة له هيخسره او هيخفض ارباحه بكذا، ده يجنب. وفيما عدا ذلك بقى نشوف انت الى اي مدى محقق الكفاءة. اذا جنبنا الكلام ده وعدلنا اثره زي اي منشأة خاصة جديدة، عشان ما يبقاش القطاع العام والاعباء الاجتماعية تكئة لتفسير انعدام الكفاءة. وده شيء مهم جدا. انا برضو تاني عشان في الجهاز المصرفي وعارفة كنت بشتغل في بنك قطاع عام، فكان دايما بيتقال انه كان دايما يتقال المقارنة بين ارباح بنوك القطاع العام وارباح بنوك القطاع الخاص. واحنا كنا بنبقى يعني متجننين من فكرة انه بنوك القطاع العام هي اللي بتتعامل مع كل الناس اللي في اول الشهر بيبقى عندها طوابير عشان المعاشات، الناس في بعض الاماكن والملاحق الشعبيه بتدفع المصاريف بتاعه المدارس، يعني جمهور معين. وانت ما يعني انت كمان قطاع عام بتعمل ده وما بيحسبش العبء ده عليك قد ايه. خدمه مجانيه. بينما البنك القطاع الخاص بينقي جمهوره، بياخد كريمه وبيكسب، وبالتالي مش محمد بهذه الاعباء، فيبقى ظلم انك تقارن بين الاثنين. شيء تاني انه في منتصف الثمانينات واللي هحكيه ده حقيقي حصل في سنه 86. مصر كانت الخزانة المصرية بعكس بقى الموقف او يعني ذروة الموقف اللي كان حاصل وقتها اعتماد مصر على العالم الخارجي ومفيش موارد نقد اجنبي. كانت مصر ما عندهاش مخزون القمح اللي عندها ما كانش يكفي 3 أسابيع، ومفيش عن الاحتياطيات بقى اللي بنتكلم عنها دي مفيش. وبالتالي كل الدول مش موافقة انها تصدر لمصر ولا تبيع لها الا كاش، لانه من حيث الجدارة مفيش، عارفين انها خزانة خاوية وما عندهاش مصادر نقد اجنبي تعتمد عليها ومستقرة، وبالتالي رافضين. فما هو الموقف؟ دولة داخله على مجاعة، ما عندهاش قمح غير يكفي 3 أسابيع، ما عندهاش موارد نقد اجنبي، الدول اللي عايزة مش موافقة انها تبيع لها الا نقدا. اللي حصل هنا وده اهمية بقى بنوك القطاع العام، انه عند اللزوم ده اللي ممكن الدولة كدولة تستند عليه. اللي حصل ان الدولة لجأت لبنوك القطاع العام، كان البنك الاهلي وبنك مصر، ولجأت لهم عشان تستلف منهم نقد اجنبي عشان تقدر تستورد بيه. النقد الاجنبي اللي هم سلفوه لها كان سلفوها من الودايع بتاعت العملاء. دي كانت من فترة جديدة، انه الودايع هنا كأنه عندك ودايع بتاعت النقد الاجنبي، بقت عندك الدولة سددت لك بالمصري بس انت بعت لها النقد الاجنبي. لو فرضنا نظريا ان كل الناس فجأة طقت في دماغهم يروحوا ياخدوا ودايعهم، طب البنوك هتعمل ايه وهتشتري منين نقد اجنبي وبأي سعر يعني؟ بس طبعا ده كان فرض نظري، يعني هي مخاطرة محسوبة. لما جه طبعا اتوجه وقتها مجلس الوزراء قدم شكر وده رسمي
يعني كتب في محاضر مجلس إدارة البنك الأهلي، وأنا حضرت وقتها وشفته للبنك الأهلي وشيء مماثل لبنك مصر، إنهم فعلا أنقذوا مصر من مجاعة. أخذوا مخاطرة ما كانش ممكن يعملها أي بنك قطاع خاص، لأنه بالمفهوم المصرفي البحث والكفاءة ده كان مخاطرة شديدة في إدارة موارد الأصول والاستخدامات. كأسيت لايبيليتي مانجمنت كانت مخاطرة عالية. بس هنا أنت بتتكلم على مخاطرة في مواجهة ما كانش ممكن حد ياخدها إلا بنوك قطاع عام، وفي مواجهة بلد هتخش على مجاعة. لما جت مصر تعمل اتفاقية التثبيت والإصلاح الهيكلي مع صندوق النقد والبنك الدولي، اتوجه نقد شديد إنه في فجوة بين الأصول والخصوم بالنقد الأجنبي في بنوك القطاع العام، وده دليل حاسم وواضح على انعدام الكفاءة في هذه البنوك. والجرايد ياما كتبت في هذا الموضوع، محدش فتح بقه وقال الفجوة دي جت ليه؟ إنه عشان إنقاذ بلد من المجاعة. والمقارنة بقى، قارن بقى بين الكفاءة العالية في بنوك القطاع الخاص، محدش فتح بقه وقال لي. طبعا الحكومة سددت بعدها البنك المركزي بصرف دولاري يسد هذه الفجوة، لكن القضية وقتها ان نموذج لفترة في وقت الأزمة القطاع العام هو فعلا اللي الدولة ممكن تستند تركن عليه. بس زي ما بقول انه عشان يبقى القطاع العام ده الدولة تقدر تركن عليه وقت الزنقة لازم ما يبقاش حيطة ميت، لازم يبقى جامد وبالتالي يدار بكفاءة عالية، ويبقى الواجبات أو الالتزامات الاجتماعية ليست مبررا لانعدام الكفاءة. طب فكرة واحنا خلصنا عشان